أقام المنتدى الشباب الديمقراطي اللبناني يومي الخميس والجمعة في 20 و 21 تموز 2023 معرضه السنوي الأول للجامعات والمعاهد، وذلك في قاعة الرسالة الاجتماعية علي، بحضور الوزير الدكتور عصام شرف الدين، أمين عام الحزب الديمقراطي اللبناني بروفيسور وسام شروف، عضو مجلس السياسي لواء جابر، مدير الداخلية رامد ليقان، وعدد من المسؤولين وكوادر الحزب ومنتدى الشباب الديمقراطي اللبناني. يعطيهم ألف عافية شباب المنتدى الديمقراطي بالفعل على هيدا النشاط الرائع اللي كتير مفيد، خصوصي بهالأيام الصعبة اللي عم بمر بلدنا فيها. كتير مهم العلم، لأنه بالنهاية أهم شيء العلم هو المستقبل للطالب والطالبة. فبالفعل معرض كتير مهم شامل، جامعات متنوعة، اختصاصات متنوعة، وعنا مثل ما بتعرفوا بكل فخر في عنا إبداع لبناني. فالفرد اللبناني هو بس لازم دايما يكون في تشجيع ليكمل علمه، فعمل رائع. ونحن دايما نحن موجودين اليوم مش أكتر، لبينا الدعوة لأنه من إيماننا بهالهدف السامي اللي هو العلم. فنحن بهمنا كتير نشجع كل شبابنا وصبايانا على العلم، هيدا مستقبل لبنان. ورح نضلنا نحن نصر على العلم بأحلك الظروف وبأصعب الظروف. رح نضلنا نحن نشجع شبابنا وصبايانا، تعلموا وأبدعوا، تعلموا وأبدعوا. طبعا كل مشروع ثقافي جامع وله طابع حضاري، وهيك عودونا منتدى الشباب الديمقراطي انه دايما يعملوا نشاطات بتبيض الوجه ومهمة وأساسية بمجتمعنا. هذا التنوع الحاصل اليوم والتجاوب من قبل الجامعات بلبنان هو بدل انه فعلا نحن متمسكين بشيء اسمه جامعة وثقافة وتقدم وعلم، لأنه العلم هو مستقبل الأجيال، مستقبل لكم كشباب. يعطيكم ألف عافية كمنتدى. أهمية هذا المعرض اللي بخص الجامعات بمنطقة الجبل له أكثر من بعد. البعد الأول هو تقريب الجامعات لهذه المنطقة وتعريف الطلاب وأهليهم على كل اختصاص بكل الجامعات، ليكون هناك قدرة عند كل تلميذ لخيار ما يراه مناسبا له، لأنه كل شخص بيكون عنده أفكار، يمكن عنده رغبات باختصاصات معينة بيجهل وين موجودة وبيواجه صعوبات ليبرم على الجامعات. نحن اختصرنا الوقت واختصرنا المسافات على التلاميذ وأهلهم المخرجين الجدد بالثانويات ليجوا على هذا المعرض يشوفوا كل الجامعات الموجودة بلبنان. ونحن هون بنقدم الشكر الكبير لإدارة الجامعات ورؤسائها على مشاركتهم معنا وعلى وجودهم اليوم معنا، ونطلب منهم كمان الاستمرار، ونحن رح نوعدهم على الاستمرار بهذا النوع من العمل. منتدى الشباب الديمقراطي هو مؤسسة شبابية ضمن المؤسسات الرديفة اللي تحت مظلة الحزب الديمقراطي اللبناني، واللي تعنى بالشباب ودور الشباب وحضور الشباب، واللي في لها رعاية خاصة من رئيس الحزب والقيادة الحزبية نظرا لأهمية الشباب، واللي هن مستقبل هيدا الوطن ومستقبل هيدا المجتمع، واللي يعول عليهم بالبناء الصحيح والتطوير لخدمة مجتمعنا وخدمة العالم. المعرض فكرته أنه كتير من الطلاب وأهليهم بعد انتهاء مرحلة البكالوريا بيكون في عندهم تشويش على مستوى اختيار الاختصاص واختيار الجامعة وفق عدة معايير. هدف جمع عدد كبير من الجامعات بمكان واحد مع المعاهد الرسمية والخاصة، ليكون في مساحة يقدروا الأهل والطلاب يطلعوا على الاختصاصات الموجودة، يعرفوا شو موجود بهيدي الجامعات والمعاهد، وعلى ضوءها بالتعاون معنا كمنتدى الشباب الديمقراطي لناحية التوجيه الأكاديمي اللي بنعمل عليه وبنشتغل عليه عبر دراسات حسب احتياجات سوق العمل، لا يختاروا هن الاختصاص، إضافة لتأمين الدعم لهم من خلال عدد كبير من الداعمين لمسيرة العمل منتدى الشباب الديمقراطي، وبالطبع رئيس الحزب، ومتابعة مباشرة من الأميرة زينة أرسلان رئيسة المنتدى النسائي اللي حريصة كل الحرص على الوقوف إلى جنب الشباب والشابات وأهليهم، خاصة بهذه الظروف الصعبة بعد ما انهارت مؤسسات الدولة وانعدمت الإمكانيات لدى الأهل ليقدروا يتابعوا
ويدعموا أبنائهم وبناتهم بالجامعات، فكانت هذه المبادرة المميزة بتأمين الدعم للطلاب لإكمال مسيرتهم التعليمية بالتعاون مع المؤسسات التربوية وتحديدا الجامعة اللبنانية، المعاهد الرسمية والخاصة. بالنسبة لمبادرة إقامة المعارض، هيدي خطوة مهمة ومش جديد على المنتدى. المنتدى هو فيك تقول النواة بالحزب، وهن أهم الكوادر موجودين عنا، وأقل واجب نحن كمنتدى يعنى بشؤون الطلاب إنه نعمل خطوة مثل هاي لنهون على الطلاب الانتقال لا يعملوا برمة على الجامعات في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.